تفتكروا البنت دي لو سابت خطيبها عشان أناني تبقى غلطانة ولا عندها حق؟ واحدة بتحكي وبتقول: أنا كنت مخطوبة بقالنا حوالي نص سنة، والناس كلها كانت شايفة خطيبي إنه شخص محترم وراقي وأي بنت تتمناه. لكن مع الوقت بدأت أشوف تصرفات غريبة خلتني أعيد التفكير مليون مرة. يعني مثلا لو خرجنا نتغدى بره، بلاقيه بيخلص طبقه ويدخل على أكلي عادي جدا كأنه مش فارق معاه أنا شبعت ولا لأ. ولو اتفقنا نتقابل، يطلب مني أروح له لأقرب محطة عشان هو ما يتعبش نفسه ويجي لحد عندي. ولو رحنا نشتري حاجة، يختار لنفسه أغلى حاجة في المكان، لكن لو لقى حاجة عجبتني يقعد يقلل منها ويقول إنها وحشة أو مش أصلية عشان يكرهني فيها وما اشتريهاش. حتى في المواصلات، لو في كرسي واحد وقعدت عليه، بعد دقيقتين يقول لي رجلي تعبت من الوقفة ويقوم مقومني عشان هو يقعد. والموقف اللي خلاني أزعل بجد إنه في مرة طلبت منه مية وأنا عطشانة جدا، شرب 3/4 الإزازة واداني بق صغير وقال: هو أنا كمان عطشان؟ مواقف كتير حسستني إنه بيفكر في نفسه بس، وأنا بدأت أحس إني مش مرتاحة. ولما قلت لمامتي وأصحابي، قالوا لي إن ده عادي وبيحصل بين أي اتنين مرتبطين، لكن أنا شايفة إن الموضوع أكبر من كده. إيه رأيكم يا جماعة؟ أنا غلطانة إني بفكر أسيبه ولا معاهم حق؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.